أداء عالمي بسبب هذا الحماس وبسبب هذا الجمهور المشجع أكيد. شفنا أجواء الملعب والجماهير؟ أجواء عالمية مثل ما تشوف أنت، الفرحة، الصوت العالي، كأنما يعني معلقين على المدرجات وليس مشجعين، يعني أجواء جدا مفرحة. وأخيرا شفنا العراق بهاي الفرحة وهاي الأهازيج الحلوة. والله بيها 5 إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يستحقوا. ماكو خسارة بالخليج لأنه كلنا أهل وهذا وطن واحد. أهم شيء التنظيم اللي كان يعني مشرف ويرفع الراس. الهدف الخامس للمنتخب العراقي. هذا ملعب الجحيم حقيقة، لا منافس في العراق في هذا الملعب، ملعب الرعب والجحيم حقيقة. اليوم المنتخب العراقي الشوط الأول كان مسيطر، لكن ما كان له خطورة على المرمى. ختمنا الشوط الأول بهدف مصطفى ناظم، الشوط الثاني مهاجمات تهديفي كبير أمام 65,000 متفرج، بقدهم 4 مرات كابتن أحمد، أستاذ أحمد، بقدهم 4 مرات خارج أسوار الملعب. هذا شيء عظيم ما يحدث إلا في العراق العظيم. تحياتي لك ولشبكة أسود الرافدين ولهذا الجمهور الراقي، هذا الجمهور العراقي خالص 100%. اللقب بالمن؟ اللقب أكيد عراقي بفضل هذا الجمهور، أكيد. تحياتي لكم ولتغطياتكم الراقية من أرض الحدث. شكرا أستاذ مروان. تحياتي لك. تحياتي. أستاذ ميثم، شلون الصحة؟ اهلا وسهلا صالح. شلون تشوف هذا العرس اليوم؟ صراحه يعني الجمهور العراقي يمكن اذا انتم تشوفون هاي المباراه روحوا شوفوا مباراه الملعب الميناء، كذلك الملعب ممتلئ عن بكره ابيض. وهذا دليل على انه هاي البطوله ناجحه، الجمهور انجح هذه البطوله قبل انطلاقها. على فكره كل الناس اللي اجت وزاروا البلد عرفوا التمسوا انه نجاح البطوله من خلال تواجد هذه البطوله. ان شاء الله احنا نقول انا اتحاد عراقي هذه بدايه صراع البطولات الاكبر. اكيد لا شك انه خلص انتهى الموضوع، كل القيود الرفعت بمجرد مجيء رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو. هذا دليل واضح ودامغ على انه الملاعب العراقيه امنه، والجمهور العراقي هذا الكبير يستحق ان يشاهد منتخب بلاده يلعب. على فكره منتخب العراق ظلم لفترات طويله، ولو كان منتخبنا يلعب في ملعبه كان تاهلنا لكاس العالم في مرات سابقه، المونديالات السابقه. باسمي وباسم شؤون الأسود الرافدين الرياضيه اريد اشكركم على التنظيم الرائع، خاصه بعد المباراه الاولى كل الامور كانت صارت انسيابيه، جمهور كل هذه الاشياء كانت. الحمد لله والشكر. شوف هي هاي بوابه لبطولات مقبله عليها، يمكن اذا صار التصحيح من بعد المباراه فالبطولات المقبله ان شاء الله راح تكون على اتم وعلى اكمل وجه. الاهم انه جمهورنا مستمتع وحضراتكم مستمتعين. شكرا سامي. حبيبي.